بنعيش طول عمرنا ندور على شخص يفضل موجود في حياتك. بتعدي على ناس كتير وبتقابل ناس كتير في حياتك، ويمكن بنتعرف على جروبات كتير من خلال الشغل، أصدقاء، وكل مرة من كتر حلاوة الناس تقول أكيد هم دول، أكيد واحد من دول هو اللي مكمل معايا. في بنوتة وقتها قالت لي يا سمر إحنا مراحل في حياة بعض، ممكن نقول عليهم زملاء، لكن وقت الجد أنت بتلاقي مين هو ده السند. أنا ما عنديش صاحب. الكلمة دي مش بس بكتني، اللي قهرتني. خلي الناس الغالية في حياتك القريبة منك تعرف إنها غالية. قول لهم أنتوا توأم روحي، أنتوا مهمين عندي، أنتوا حياة، أنتوا حد بيديني طاقة في عز ما أنا طاقتي كلها مسحوبة. أهلا بيكم في سمارة دوز، الدوز اللي بتدخل على القلب وتسكنه. حلقة النهاردة بالنسبة لي مش حلقة عادية خالص، يمكن لأن هتكلم فيها على حاجة لمساني جدا. الشخص اللي احنا بنعتبره كنز، توأم روح، حاجة ما بتجيش بالساهل، بس يوم ما تيجي بيبقى صعب ان انت تستغنى عنها. وفي كل صلاة بتدعي ان ربنا يخلي الشخص ده السند. يمكن أكبر نعمة في الدنيا ربنا ممكن يديها لحد ان يديه سند. بنعيش طول عمرنا ندور على شخص يفضل موجود في حياتنا، واقف كده في ظهرنا، مطمنين، حاسين ان حتى لو ملنا والدنيا مالت علينا هو هيسندنا. هتحس بيك قبل ما تتكلم، من مسج حتى وانت بتكتبها هو حاسس ان ده مش طريقتك، في مشكلة، في حاجة، باب يخبط عليك قبل ما تقول انا تعبان. في حد ربنا بيخلقه يعتبر الصخرة اللي انت متأكد ان هي موجودة في حياتك، مش هتميل بيك الدنيا طول ما هو موجود. توأم الروح ده ما بنلاقيهوش بالساهل زي ما قلنا. بتعدي على ناس كتير وبتقابل ناس كتير في حياتك، ويمكن بنتعرف على جروبات كتير من خلال الشغل، أصدقاء، وكل مرة من كتر حلاوة الناس تقول أكيد هم دول، أكيد واحد من دول هو اللي مكمل معايا، أكيد أنا هلاقي اللي أنا عايزه في شخص من دول. وللأسف ما بيكونوش هم. بتعدي وبتقابل مجموعة تانية بنفس الطريقة. أنا مرة كنت في مجموعة كده من الصحاب، من كتر ما كنت بحبهم حد منهم ما بقاش موجود معانا بحكم شغله ووظيفته، فأنا كنت لو اتأثرت ازاي مش موجود. في بنوتة وقتها قالت لي يا سمر إحنا مراحل في حياة بعض. الكلمة دي مش بس بكتني، اللي قهرتني. لو لأ، ما تقوليش إحنا مراحل في حياة بعض، إحنا لازم نفضل مكملين مع بعض. بس طلعت هي الصح وأنا الغلط. بيعدي ناس عليك كتير بحلاوتهم دي كلها، بيبقوا فعلا مرحلة في حياتك، بيعدوا بيك من هنا لهنا، وبتلاقي نفسك بتكمل مع مجموعة جديدة، لغاية ما في مرة في مكان وزمان انت مش مقدره ولا حاسبه، بتلاقي الحد ده طلع لك من تحت الأرض زي هدية من ربنا، عوض سنين. الحمد لله ان انا ربنا رزقني الشخص ده. كنت متضايقة، مخنوقة، مش عارفة اتكلم، فكلمتها، قلت في 1 2 3. انا نمت صحيت على مليون رسالة ومليون حل ومليون تحليل للموقف وللموضوع. أنا نمت وهي فضلت صاحية تفكر. هو ده النوع اللي أنا بقول لكم عليه، زوان أو الأوحد، ملوش مثيل ولا بديل ولا بوشين، هو كده ومكمل معاك كده بقية عمرك وعمره. في ناس كانت قالت لي طب أنا ما عنديش صاحب، أعمل إيه؟ سبحان الله هي صعبة، ويمكن أنا عشت سنين طويلة بدون صاحب. مش بدون صاحب اللي احنا متعودين نخرج معاهم ونقعد على الكافيه او القهوه او نروح ونيجي مع بعض. الناس دي لا، الناس دي صاحبه قعده، صاحبه تغيير مود، صاحبه كسر روتين، ممكن نقول عليهم زملاء. لكن وقت الجد انت بتلاقي مين هو ده السند. وقت ما انت مكسور انت بتلاقي مين هو ده السند. لكن كلنا عندنا ناس بنخرج ونضحك ونلعب معاهم، بس وقت الجد فص ملح ودق. مش دول أبداً اللي أنا بتكلم عنه. الناس اللي ما عندهمش صاحب يوماً ما أكيد ربنا هيبعت لهم ده، لأن السنين اللي احنا بنعيشها بدون ودن تسمع وقلب يطبطب بتكون تقيلة، ما بنعرفش نلجأ لمين. في حلقة من الحلقات اتكلمنا انت المفروض تحكي لمين وتآمن لمين وتجري على مين. هو الشخص ده اللي انت محتاج ان انت تحكي وتجري عليه وتأمن له. خلي الناس الغالية في حياتك القريبة منك تعرف انها غالية. قول لهم انتوا توأم روحي، انتوا مهمين عندي، انتوا حياة، انتوا حد بيديني طاقة في عز ما انا طاقتي كلها مسحوبة. انتوا القلب اللي بيطبطب ويصون ويداوي، اللي بيقولك ده صح وده غلط لانه خايف عليك، لا غيران منك ولا
بيوجهك اللي هو يعني كأنه ولي أمر. في ناس بتخاف عليك بجد، لأ ده مش حلو بلاش ده، لأ ده حلو. الناس دي نعمة، لازم يعرفوا إن هما غاليين. انتي غالية، انتي عارفة نفسك. في ناس كده بدعي ربنا ان هم يفضلوا مكملين معانا لغاية اخر نفس فينا. ويمكن عندي تلخيص بسيط للحكاية دي، زي ما تعودنا ان احنا بنقول كده كلمتين فيهم الخلاصة والشفاء. اماني في دنيتي وحمايتي من نفسي، شايلاني وقت الحزن وفي فرحتي ونسي. يا نعمة من رحمن، يا جنتي على الأرض، يا كلمة بتواسي وضحكة تزرع ورد، يا حلم كل وحيد، يا ضحكة تشبه عيد تعيشيلي وتدومي، يا دم جوه وريد. لو أي حد فيكو سامع الكلام ده وافتكر حد معين نفسه يكون سامع أو نفسه يهديه الكلمات دي، يقول لنا في الكومنتات مين هو الشخص ده. بالنسبة لي أحب أهدي يمكن كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة لصاحبتي وتوأم روحي وأختي ونور عيني إيمان. شكراً وأشوفكم الدوز اللي جاي.